ازيكم يا شباب، معكم احمد الحميري، كلية العلوم. هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم جدا لطلبة سنة اولى. بالنسبة للفترة دي احنا دلوقتي هيكون في 3 اقسام: قسم الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي، وفي كيمياء صناعية، وفي قسم الجيولوجيا. طيب في كتير مننا دلوقتي محتار، مش عارف يختار التخصص المناسب لنفسه او التخصص اللي هو هيجيله. باختصار يعني كل واحد فيكم هيجيله تخصص على حسب الترتيب تبعه او على حسب درجته كانت كام. طيب انا هتكلم معاكم في الفيديو ده عن ايه بقى؟ هتكلم عن كل برنامج بالظبط بيدرس ايه، هتكلم عن المواد اللي هتاخدها في مثلا في المايكرو، المواد اللي هتاخدها في الجيولوجيا، المواد اللي هتاخدها في الكيمياء الصناعيه، هتكلم عن مجالات الشغل، هتكلم عن التخصص اللي بيناسب كل واحد فيكم من خلال ايه التخصص اللي هيجيله يعني. آه خلينا نتكلم في الاول عن برنامج الميكروبيولوجي الكيمياء الحيوي، وده اعلى برنامج في الكليه. البرنامج ده بيجمع بين الميكروبيولوجي باختصار اللي ما يعرفهاش، هي مجموعه زي الكائنات الدقيقه زي البكتيريا، الطحالب، الفيروسات، الفطريات. الكيمياء الحيوي دي بتدرس تفاعلات داخل جسم الانسان. طيب ببساطة بقى أنا هاتعلم إزاي الكائنات الدقيقة بتشتغل، وإزاي أبدأ أستخدمها في التطبيقات الطبية طبعًا. تمام. طيب نتكلم دلوقتي إيه هي المواد اللي هتدرسها أصلًا في القسم ده. هتدرس ميكروبيولوجي طبية، بكتيريا، فطريات، طحالب، هتدرس علم المناعة immunology، هتدرس فيروسات، هتدرس التكنولوجيا الحيوية، هتدرس البيولوجية DNA RNA، الهندسة الوراثية، هتدرس البايوكيمستري، الكربوهيدرات، البروتين، كل الكلام ده كله. طب احنا دلوقتي هنتكلم عن المواد اللي درسناها، هنتكلم دلوقتي اكتر عن مجالات الشغل. طب مجالات الشغل البرنامج المايكرو بيولوجي عباره عن ايه، والبايوكيمستري انت عندك مجالات كتيره جدا. مجال التحاليل الطبيه، انك تبقى دكتور في معمل تحاليل، تفتح معمل تحاليل لنفسك، او انك تدخل في شركات الادويه والبحوث الدوائيه، انك تدخل بقى تشتغل على حاجه اسمها R&D في المصانع وشركات الادويه نفسها، تدخل في تصنيع الادويه. انك تدخل بقى في الصناعات الغذائيه، تدخل في معالجه المياه والتكنولوجيا الحيويه البيئيه، تدخل في اكتر من مصنع فيها فرص كتيره جدا. يعني احنا مثلا كنا في مصنع ايوه فارما، في مصانع تيتان للاسمنت، المصانع اللي بيشتغل فيها R&D، في برودكشن، في كواليتي اشورنس، مجالات الجوده. كل دي مجالات وفرص عمل لمجال الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي. ده باختصار مجال الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوي. طيب مجال المايكرو الكيمياء الصناعيه، الكيمياء الصناعيه ده بيدرس ازاي استخدم التفاعلات الكيميائيه بتاعتي ان انا انتج مواد صناعيه مهمه، زي مثلا ايه، انا عندي المنظفات، الدهانات، البلاستيك، البتروكيماويات، الكلام ده كله. انا ببدا استخدم الكيمياء الصناعيه ان انا ببدا مثلا تصنيع الادويه، مثلا في كيمياء، مثلا اي حاجه في الدنيا لها تصنيع كيمياء، الاسمنت نفسه في كيمياء. فالكيمياء الصناعيه باختصار انت مسؤول عن الكيمياء او المركبات الكيميائيه اللي بتدخل في الصناعه. طب ايه المواد اللي هتدرسها؟ هتدرس الكيمياء العضويه، تدرس الكيمياء العضوية الصناعية اللي هو بتستخدم الكيمياء في إنتاج المواد الكيميائية المختلفة، تدرس الكيمياء التحليلية، تدرس كيمياء البوليمرات، تستخدم الكيمياء الكهربائية، تدرس الديناميكا الحرارية. طب إيه هي مجالات الشغل؟ عندك مجالات الشغل مصانع البترول والبتروكيماويات، برضه شغال في مجال الأدوية. في كل حرفيا مفيش مصنع ما بيقبلش أي حد خريج كيمياء يعني. شركات الأدوية، المنظفات، الدهانات، محطات معالجة المياه، تدخل في معالجة المياه، مختبرات الجودة والرقابة الصناعية إنك تدخل في مختبرات الجودة. فده باختصار لو أنت بتحب الكيمياء وبتحب التطبيقات العملية والصناعة. وفي الكيمياء الصناعية دي من أجمل الحاجات، خلي بالك الكيمياء الصناعية يعني من الحاجات جامدة جدا، لها مستقبل كبير جدا، لأن مفيش مصنع في العالم مهما كان المجال تبعه ما بياخدش حد خريج كيمياء. طيب دلوقتي في القسم الثالث وهو قسم الجيولوجيا. الجيولوجيا ده انت بتدرس تكوين الارض بقى، سواء الصخور، المعادن، البترول، بيهلك بقى تستكشف التنقيب والموارد الطبيعيه. طيب انت بتبدا تشوف ايه بقى المواد اللي بتدرسها؟ علم الصخور، جيولوجيا البترول، المياه، تحليه المياه، الجيولوجيا الهندسيه، الزلازل والبراكين. انت بتدخل في الشغل ده ايه هي الوظائف تبعه او مجالات الشغل طبعا. وعندك شركات البترول، عندك التعدين، عندك التنقيب على المعادن، عندك المراكز البحثيه، وتشتغل في الاستشارات الجيولوجيه والهندسيه. طب انت دلوقتي بتحب بقى الجيولوجيا والكلام ده كله، هتدخل الجيولوجيا يعني. ده كده باختصار يعني اوفر فيو عن ال3 اقسام. طب خلينا نتكلم بشكل منطقي شويه. مفيش مصنع ما بيقبلش حد من خريج كليه علوم. يعني عندك قسم الميكروبيولوجي الكيمياء الحيوي بيدخل في صناعات كتيره جدا، يعني كواليتي كنترول، كواليتي اشورنس. ايه هو الكواليتي كنترول، ايه الكواليتي اشورنس، كل الكلام ده كله هتلاقوه على القناه فيديوهات بتتكلم عنه الفتره الجايه. فدي مجالات العمل، مجالات العمل كويسه جدا في مجال المايكرو، مجال البايوكيمستري، مجال الميديكال، المجال الكيمياء الصناعيه مجال مميز جدا جدا جدا. بس بيحب حد بيحب الكيمياء، حد حب الكيمياء والتفاعلات والتركيبات وكده. طيب ازاي اختار التخصص المناسب تبعي؟ طبعا احنا عارفين ان هو هيكون عن طريق الGPA نفسه او الترتيب بتاع القسم. فاعتقد هيكون، انا ما اعرفش التقسيمه ازاي، بس على حسب كل واحد تقسيمته هيكون الاعلى تقريبا الميكروبيولوجي الكيمياء الحيوي، بعد كده الكيمياء الصناعيه، بعد كده الجيولوجي. في النهايه انا اتمنى اكون وضحت لكم الفرق بين ال3 اقسام.
قسم المايكرو، قسم الكيمياء الحيوي، قسم الجيولوجيا، قسم الفيزياء. يعني ده اوفر فيو باختصار عن الفرق بين ال3 اقسام ومجالات العمل تبعهم. في مجال البحث العلمي، في مجال الاكاديمي، بتدخل في كل ال3 مجالات دول. تدخل في مجال البحث العلمي، مجال الاكاديمي، تدخل في صناعات كبيرة جدا، اي مصنع بلاستيك، اي مصنع حديد، اي مصنع اسمنت، بيبقى فيه خريج كيمياء صناعية، خريج مايكروبيولوجي، خريج كيمياء حيوية. الجيولوجيا ليهم مصانع كتيرة جدا، معادن التنقيب على الآثار، في محطات تحلية المياه. فكل الكلام ده حاجات كويسة. ده بالنسبة للمجال الصناعي. بالنسبة للمجال الأكاديمي، وده احنا عاملين عنه فيديو، ممكن تدخلوا على القناة هتشوفوا الفيديو بيتكلم عنه يعني. وشكرا، متنسوش تعملوا لايك وشير.